السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله بقى هعمل معاكم الصينية الحلوة دي. صينية العزومات وصينية كمان موفرة. لو يعني لو انت هتعمليها كده يعني يوم اكل هتكفيكي بربع كيلو لحمة مفرومة بس. ويلا اقولك بقى الصينية دي هنعملها ازاي. هعمل معاكم النهاردة صينية كوسة باللحمة المفرومة. بس قبل ما ابدأ الفيديو، رجاء اشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو لايك حلو كده، وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتنا. اول حاجة طبعا انا كده هعمل العصاج، آه، اللي هو اللحمة المفرومة. هعمل بقى العصاج الاول. معايا هنا البصل مقطعاه قطع كده متوسطة، نزلت عليه السمنة وقلبته شوية ما خليتوش دبل. وبعد كده نزلت عليه اللحمة المفرومة. دي طبعا نص كيلو لحمة. انا بقى مش هعمل النص كله، يعني هعصجها وممكن اشيل بقى منها شوية هتنفعني في اي حاجة بعد كده. نزلت بقى اللحمة طبعا زي ما قلنا كده، البصل لسه ابيض مش دبلان ولا حاجة. ونزلت التوابل بتاعتي، شوية ملح وشوية فلفل اسمر وكزبرة وكمون، بيدي طعم جميل قوي للعصاج. زي ما انتم شايفين كده البصلايه صحيحه معايا كده وباينه. خلاص كده الميه بقى نشفت منها، ما بسويهاش قوي. بنزل عليها عصير الطماطم. الطماطم دي كيلو، انا هعمل كيلو من الكوسه، هياخد معايا كيلو من الطماطم. بعد كده هنزل بقى التوابل برضو عشان الطماطم. معايا شوية ملح وشوية فلفل أسمر وكزبرة على كمون وبابريكا ونص معلقة سكر. هسيبها بقى كده تتسبك على البوتاجاز. قشرتها استخدم ومعايا فيها هنا بقى الكوسة أنا قشرتها، أنا عشان نعمل شكل جمالي كده بستخدم معايا المقوار. وبعد كده استخدمت المقوار بقى كده في قشرتها بالسن بتاع المقوار زي ما انتم شايفين. هي برضو المشرشرة وبعد دي كده قطعتها بالقطاعة بتاعة المخلل زي ما انت عايزه برضو تقطعيها. شوفوا الشكل بتاعها جميل ازاي. تقدري تقطعيها بقى بالسكينة برضو دواير زي ما انت عايزة. انما انا لما بتبقى مشرشرة كده بيبقى شكلها حلو قوي. يعني واحدة تستوي وطبعا تقطعيها كل القطع، تحاولي بقدر الامكان ان القطع كلها تبقى متساوية عشان ما فيش حاجة تستوي قبل التانية. كده بقى معايا الصلصة بتاعتي كده اتسبكت، نزلت فيها الكوسة. كل ده طبعا على البوتاجاز، يعني مش هتاخد معايا وقت ان انا احط في الفرن ولا حاجة، لا هي التسوية كلها بتبقى على البوتاجاز. لو عايزة تعمليها في دقية برضو ما تدخلهاش الفرن بتبقى حلوة قوي. اقلبها بقى كويس كده في الصلصة اللي عندي او في التسبيكة دي. والله بجد كانت جميلة، ويعني طعمها كان جميل جدا. هنا بقى هسيبها. يعني انا مش عايزه الدمعه بتاعتي او التسبيكه تبقى ناشفه، عايزاها كده يبقى فيها دمعه. ضفت عليها شويه ميه، والكوسه طبعا زي ما احنا عارفين ما بتاخدش وقت في التسويه. بغطيها برضو، ولو محتاجه لو لقيتها نشفت وعايزه شويه ميه صغيرين كده بحط لها. كده هي خلاص كده داخله على سوا، لان انا لسه هحطها في الفرن تاخد وش عشان ما تهريش معايا. دخلتها الفرن يعني حوالي 10 دقايق بس. بسم الله ما شاء الله طلعت احلى صينية. تقدري تقدمي جنبها رز بشعرية. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، والقاكم بخير.